ما هو أفضل مركز علاج طبيعي للأطفال في مصر؟ سؤال أمهات كتير لأطفال الشلل الدماغي بيسألوه إزاي يختار مركز العلاج الطبيعي الصح أو ما هو أفضل مركز علاج طبيعي في مصر. وعلشان نجاوب على السؤال ده في الفيديو والاختيار المركز الصح 3 قواعد رئيسية هنستخدمها لتحديد أفضل مركز. اختيارنا للمركز ده هيكون على حسب 3 حاجات: العامل البشري اللي هو الدكاترة اللي بتدير المكان، العامل المادي إمكانيات المكان، والعامل البيئي اللي هي البيئة المحيطة بالمركز أو الطريق من بيتي وإلى المركز. أول عامل هو العامل البشري أو الدكاترة اللي بتدير المكان. طيب ليه كنا مركزين على كلمة ستاف أو ليه دايما بنقول إن مركزنا تحت إشراف ستاف جماعي؟ لأن فئة الأكاديميين دول بيكونوا الأوائل على دفعاتهم، بيكونوا ملزمين إنهم يطوروا من نفسهم بشكل دوري علشان الطلبة اللي بيشرحوا لهم في المحاضرات، إنهم هيكونوا ملزمين يحضروا ماجستير ودكتوراه ويشاركوا في البحث العلمي، لأنهم بيكونوا ملزمين يحضروا عدد معين من الأبحاث ينشروها. بالتالي كل ما كان الدكتور اللي بتتابع معاه من فئة الأكاديميين أو ستاف جامعي كل ما كان أفضل. كل ما كان بيحضر بحث علمي وبيشارك في المؤتمرات العلمية كل ما كان أفضل. كل ما كان بشوش وبيقدر يندمج مع الأطفال وينزل لمستواهم العقلي كل ما كان أفضل وأفضل وأفضل. تاني عامل معانا هو العامل المادي اللي هي إمكانيات المكان. الأجهزة المتوفرة فيه، هل أحدث أجهزة ولا لأ؟ هل قادر يغطي كل الأجهزة اللي المكان محتاجها ولا لأ؟ تعدد الأوبشنز المتاحة، يعني كل ما كان المكان قادر يوفر تخصصات أكتر كل ما كان أحسن، بشرط إنه ما يأثرش على الخدمة اللي بيقدمها المكان ده. فمثلا داخل التخصص الواحد زي تخصص الأطفال موفر علاج طبيعي، علاج وظائفي، تخاطب، تنمية مهارات، تعديل سلوك. العلاج المائي داخل التخصص الواحد قادر يوفرها ولا لا؟ كل ما كان احسن. انما لو مكان اطفال وكبار وتخسيس دي حاجة سيئة جدا، اللي هو اخد من كل بستان زهرة زي ما بيقول. من العوامل الماديه المهمه برضو ان يكون سعر الجلسات في المركز متناسبه مع الخدمه اللي بيقدمها. فللاسف تلاقي مراكز احنا اسعار الجلسات عندنا تناسب الجميع، بس تكتشف في الاخر ان المراكز دي اللي بيديروها منتحلي صفه دكتور العلاج الطبيعي وهو ليس دكتور علاج طبيعي. وبالمناسبه في اخر الفيديو ده هقول لكم على مجموعه نصايح ازاي نتفادى النصابين دول، فاوعوا تروحوا في اي حته واستنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا مجموعه النصايح دي. من ضمن العوامل الماديه برضو ان يكون المركز مترخص. هعرف منين ان المركز ده مترخص؟ هتكون عليه يافطه من بره. طالما المركز عليه يافطه يبقى اكيد المركز ده له سجل ضريبي واكيد مترخص من وزاره الصحه، وده هيضمن لك حقك لو لا قدر الله حصل اي شيء لطفلك، زي ما بنسمع للاسف برضو في المراكز بتاعت الناس غير المختصه او منتحلي صفه دكتور العلاج الطبيعي، طفل يكون اتكسر في الجلسه بسبب انه اللي اتعامل معاه حد مش فاهم ومش دارس حالته، معتبر ان الموضوع شويه تمرينات بتتعمل وخلاص، لانه طبعا حد ما درسش علاج طبيعي ومش فاهم يعني ايه علاج طبيعي صح. من ضمن العوامل الماديه المهمه برضو ان يكون المركز ده موجود في منطقه سكنيه معروفه. مش هنقول منطقه راقيه، بس هنقول ان منطقه سكنيه معروفه او سهل الوصول ليه. وبالنسبه للاخوه العرب او الناس اللي من خارج مصر فلازم يكون المركز ده في منطقه سهل الوصول ليها، مش منطقه نائيه عشان انت اللي هتتعب. ان يكون في العاصمه مش في الاقاليم. ان يكون في منطقه متركز فيها اغلب المراكز المتميزه والمتطوره بشكل كبير في مجال العلاج الطبيعي. وطبعا في مصر لو هنتكلم على منطقه فيها اكتر عدد من مراكز العلاج الطبيعي المتميزه فهي مدينه نصر طبعا بلا منازع. وانه يكون على شارع رئيسي مش شوارع جانبيه. كل ده بيضمن لك ان المركز ده مركز موثوق وان اللي فاتحينه فعلا علاج طبيعي مش من منتحلي صفه دكتور العلاج الطبيعي. من ضمن العوامل المهمه برضو ان يكون المركز متخصص فيه مساحه كافيه للمشي والتدريب على المشي. للاسف بنلاقي مراكز عاملين الريسبشن كبير جدا مخصص لاستضافه الزوار، واكبر غرفه في المركز مخصصه للكشف، مع انه المفروض ان مركز علاج طبيعي مش مركز استشاره. وان المفروض برضو ان غرفه الكشف دي تكون بها مراتب ارضيه للكشف على الطفل زيها زي غرفه الجلسات، وتكون الاجواء فيها مشابهه لغرفه الجلسات علشان الطفل ما يخافش وبالتالي اقدر اقيمه صح. بالتالي اختيار غرفه للكشف مخصصه اختيار خاطئ وغير مناسب في العلاج الطبيعي للاطفال، لانه لازم الكشف على الطفل يكون على مراتب ارضيه مش سرير كشف او بلينس مرتفع،
لانه هيخلي الطفل يخاف، بالتالي هقيمه بشكل خاطئ. من ضمن العوامل الماديه المهمه انه يكون المركز مخصص للعلاج الطبيعي للاطفال فقط، وحط تحت فقط دي 100 خط. فهتلاقي مراكز شغال اطفال وكبار وتخسيس وسمنه ونحافه. طبعا فكره ان اللي بيشتغل كل حاجه دوت، او فكره اللي هو من كل بستان زهره، محتواه العلمي في كل مجال هيبقى اكيد قليل. يبقى كده عرفنا عاملين مهمين، العامل البشري والعامل المادي. ثالث عامل معانا هو العامل البيئي، وده بيشمل الطريق من والى المركز والبيئه المحيطه بالمركز. هل المركز ده في منطقه جيده التهويه؟ لان الطفل مع المجهود بيحتاج يتنفس كويس، واصلا مشكله الطفل هي كانت نقص الاكسجين، فبالتالي لازم يكون المكان جيد التهويه. ان البيئه المحيطه بالمركز تكون بيئه امنه، فما ينفعش يبقى المركز مفتوح جنب بنزينه او جنب ورشه او جنب مصنع او اي مكان بيمثل خطر على حياه الطفل. ان تكون المواصلات سهله من والى المركز، ويفضل يكون بجانب المركز محطه مواصلات، باركينج او جراج للعربيات. وبالمناسبه حركه سير السيارات في اول عباس عندنا دلوقتي بقت سلسه جدا بعد افتتاح كوبري اول عباس. ده غير ان اول عباس هي محطه مواصلات لكل حته في مصر. وان تكون بيئه المركز مريحه للطفل، فيكون في اغاني اطفال، اناشيد، العاب. حته الدمج بين الاطفال مهمه جدا زي ما بيستخدم في الكوندكتيف ثيرابي. وانه ما يكونش مكان بتتجمع فيه كل مخاوف الطفل، او انه بيبكي بكاء هستيري، لانك تضغط على الطفل ممكن تحسنه حركيا بس هتخليه مريض نفسيا، فرجاء نخلي بالنا. اخر حاجه معانا مجموعه من النصايح اللي وعدتكم في اول الفيديو ان احنا هنقدمها في اخر الفيديو، وهي ازاي تتفادى النصابين او منتحلي صفه دكتور العلاج الطبيعي وهم ليسوا علاج طبيعي. اولا المركز يكون عليه يافطه فيها اسم المركز، ويكون في منطقة معروفة. لو عرفت اسم الدكتور ابدأ ابحث عنه على النت واعرف هو علاج طبيعي فعلا ولا هو مش علاج طبيعي، ولو علاج طبيعي هل هو اصطاف جامعي ولا لا. وكلما كان اصطاف جامعي كلما كان افضل، سواء معيد او مدرس او استاذ بروفيسور. من النقط المهمة برضو لازم يكون مع الدكتور ده تحقيق شخصية او كارنيه نقابة او كارنيه كلية حتى ان امكن. لو معهوش حاجة من الثلاثة دول فاعرف انه نصاب، نصيحة لوجه الله اهرب، ده كده نصاب ومش دكتور علاج طبيعي. رابع نصيحة معانا، لو انت من خارج مصر يفضل تشوف سكن في مدينة نصر، لان هي اكتر مكان فيه مراكز علاج طبيعي متطورة، بالتالي هتكون عندك فرصة احسن للحصول على كفاءة افضل. وحاول اول ما تنزل مصر تجرب اكتر من مركز في اول اسبوع او اول اسبوعين. ده هيكون مكلف شوية في الاول بس هيكون افضل لمصلحة الطفل. ونراعي ان احنا لو هنجرب اكتر من مكان ما يبقاش المركز ده ورا المركز ده ورا المركز ده، لانك كده هتخلي الطفل يوصل لمرحلة ان هو يهبط، او مثلا على ثالث مكان هيروحه هيبقى مش قادر يعمل حاجة، وده لان الطفل اجهد في اول مكانين مش مشكلة في المكان الثالث ده. نصيحة بلاش مبدأ اللي اعرفه احسن من اللي معرفوش، او تروح مركز لمجرد ان في ناس شكرت في المركز دوت كان طفلهم اتعالج فيه من 4 أو 5 سنين، لان الدنيا بتتغير واللي كان ممتاز زمان مش شرط يكون ممتاز الان، وقد يكون هناك من هو افضل منه الان. حذاري ثم حذاري ثم حذاري من التعليقات والكتائب الالكترونية. فعندما تكتب افضل مركز في مصر او ما هي المراكز المقترحة او من طفله تحسن في مركز يذكره، فتلاقي واحد او واحدة داخل على كل التعليقات وكاتب مركز افضل مركز، وتلاقيه مكررها في كل التعليقات وفي كل البوستات، وكاتب ان انا رحت المركز ده وطفلي تحسن فيه وبدأ يمشي الحمد لله ورقم المركز كذا. اخي الكريم واختي الكريمة لازم تحكمي عقلك. فمثلا لو حضرتك تشعر بالامتنان لمركز معين طفلك تحسن فيه وبدأ المشي فعلا، وعندما وجدت بوست على الفيسبوك لواحد بيسأل عن المركز ده، بديهي انك هتكتب مثلا مرة مرتين ان المركز ده كويس وانك رحت فيه وطفلك اتحسن. لكن اكيد مش هتوصل لدرجة انك على كل بوست وعلى كل تعليق تكتب اسم المركز، الا اذا كنت انت شخص شغال في هذا المركز، او ان هذا الاكونت وهمي بيعمل تسويق للمركز ليس الا. من ضمن النصايح ايضا ان يكون المركز ده بيطور نفسه بشكل دوري وبيضيف كل مرة جديد، سواء كان في شكل التمرينات او في الافكار المقدمة او بعض التطويرات اللي موجودة في المركز. اذا كان طفلك اكبر من 3 سنوات ومازال لا يتحكم بالرأس، فلازم تكون عارف انه هيحتاج على الاقل 6 اشهر فما اكثر
لعلاج الطفل. بالتالي لما تلاقي مركز كل الحالات اللي بتتعرض عليهم يقول لهم انه طفلك هيحتاج شهر او شهرين، طفلك هيحتاج شهر او شهرين، فتعرف ان ده نصاب ومش فاهم حاجه، لان وقوف الطفل في شهر او شهرين بيحددها عوامل كتيره، اهمها قدرات الطفل الحركيه واللي بتظهر في العلاج الطبيعي نفسه. فمثلا لو كان طفل لا يستطيع الجلوس وبدا يجلس مبكرا بعد اسبوع او اسبوعين من بدايه تمرينات العلاج الطبيعي، في هذا الوقت نقدر نجزم ان الطفل ده عنده تأخر حركي بسيط، وان معدل التطور الخاص بهذا الطفل سريع، وانه هيحتاج من شهر او شهرين على الاكثر للوصول لمرحلة المشي. النصيحة رقم 9 وهي الاهم على الاطلاق ونختم بيها، ان يكون للمركز ده مشاركة في العمل التطوعي. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. فهل المركز ده بيجاوب على اسئلة الناس ولا لأ؟ هل بيعطي برامج علاجية لغير المقتدرين او اللي مش هيقدروا ان هم يجوا مصر بسبب الحظر او بسبب صعوبة السفر، ويتابع معاهم اول باول حالة طفلهم؟ هل بيساعد على نشر العلم؟ هل بيعلم دكاترة العلاج الطبيعي حديثي التخرج، ولا مقتصر فقط على الأعمال الربحية؟ لأن للأسف الدكاترة اللي مش بتساعد على نشر العلم، بعض الناس تظن للأسف إنهم بيحتفظوا بالعلم ده لنفسهم، لكن الحقيقة إنهم ما عندهمش علم أصلا عشان ينشروه. إن شاء الله الفيديو القادم هيكون عن سيلان اللعاب لدى أطفال الشلل الدماغي وإزاي نحل المشكلة دي. ولو عندك اهتمام تعرف بعض الأكلات اللي بتزيد التشنجات عند أطفال الشلل الدماغي، أو تعرف 3 حلول للتخلص من التبول اللا إرادي عند الأطفال، هتلاقوا الفيديوهات دي في سلسلة عالج طفلك بالمنزل على قناتنا، وهتلاقوا فيديوهات تانية مفيدة ان شاء الله. فلو عايزين تشوفوا الفيديو القادم عن حل مشكلة سيلان اللعاب عند الاطفال بكثرة، يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يتسنى للفيديو الظهور لكم. ولان زكاة العلم تبليغه، فلو حسيت انك استفدت من هذا الفيديو وان في غيرك محتاج الفيديو ده واكيد هيستفاد منه، تعمل اعجاب بالفيديو وتكتب كومنت بحالة طفلك، واكيد هنرد عليك لاننا بنشوف كل التعليقات. الاعجاب بالفيديو والتعليق عليه بيساعد بشكل كبير ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، بالتالي هيكون في ميزان حسناتك زي ما هو في ميزان حسناتنا ان شاء الله. شكرا انك وصلت لنهاية الفيديو، وفي الوصف تحت هتلاقوا كل وسائل التواصل معنا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.